شقق الإسكان الاجتماعي أمل محدود الدخل. هتنزل امتى؟ المقدم كام؟ الشروط ايه؟ مين الأولويات؟ كل حاجة عايز تعرفها عن الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7 هتلاقيها هنا في بيوتك. من أيام أعلنت وزارة الإسكان عن الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7، والمرة دي الإعلان بيضم طرحين. الأول 15,000 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل اللي بيكون مرتبهم بيتراوح من 20 ل 25,000 جنيه. التقديم على الوحدات دي هيكون بنظام أسبقية الحجز، وهيبدأ من يوم 21 مايو لحد 14 يونيو، وده معناه إن تفاصيل اللي تخص الأسعار والشروط هيتم الإعلان عنها رسمياً يوم 21 مايو. المهم واللي لازم تعرفه دلوقتي حاجتين: أولاً إن الطرح ده الأولوية فيه هيكون للعملاء اللي قدموا قبل كده وما قدروش يسددوا قسطين أو أكتر من الأقساط الربع سنوية وتم رفض طلبهم وقتها، عشان كده الوزارة هتتيح ليهم فترة للتقديم خاصة ليهم قبل التقديم اللي هيكون متاح لكل المتقدمين من متوسطي الدخل. وثانياً المساحات وأماكن الشقق. المساحات هتتراوح بين 90 و 27 متر، ووحدات الطرح ده هتكون في المدن الجديدة زي حدائق العاصمة وبدر واكتوبر و15 مايو ورشيد والعلمين الجديدة، ومدن تانية هتلاقيها كلها موجودة في أول لينك تحت الفيديو ده. ونروح بقى للطرح التاني في سكن لكل المصريين 7، واللي هيضم 101,000 وحدة إسكان لمنخفضي ومتوسطي الدخل كمان، ودي التقديم عليها هيبدأ من 8 يوليو وهيستمر ل 7 أغسطس. التقديم هيكون بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، وأهم حاجة بتميز الطرح ده هو إنه مخصص للعملاء اللي ما اتقبلوش لما قدموا في إعلان سكن لكل المصريين 5، لأن وقتها الطرح كان بيضم أقل من 79,000 وحدة، لكن المتقدمين عليه تخطوا 500,000، وبالتالي كل اللي قدموا ومش هيحصلوا على وحداتهم في الطرح الخامس عندهم فرصة تانية، يقدروا يسحبوا مقدمات جدية الحجز ويقدموا في الطرح الجديد، وهيكون ليهم الأولوية طبعا لو منطبق عليهم الشروط. ونيجي بقى للأرقام المهمة. بالنسبة لمحدود الدخل فالحد الأقصى لمرتب الفرد 12,000 جنيه وللأسرة 15,000 جنيه، ومقدم جدية الحجز 50,000 جنيه، والشقق مساحتها بيتراوح بين 75 ل 90 متر، والطرح على نظام التمويل العقاري بفايدة 8%. أما متوسط الدخل فالحد الأقصى لمرتب الفرد 20,000 جنيه وللأسرة 25,000 جنيه، ومقدم جدية الحجز 100,000 جنيه، والشقق مساحتها بيتراوح بين 90 و 127 متر، والطرح على نظام التمويل العقاري بفايدة 12%. وأماكن الطرح ده هتكون في العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة والسادات وبدر وبرج العرب وطيبة، ومدن تانية كتير في معظم المحافظات. هتلاقي تفاصيلهم في أول تعليق تحت الفيديو ده. وما تنساش أي حاجة محتاج تعرفها عن عالم العقارات هتلاقيها هنا في بيوتك.